من 2016 ل 2023، 6 سنين من اصل 9 سنين. انا فاطمه صابر، سوشيال ميديا استراتيجيست في IMFND Integrated Marketing Foundation. انا جايه النهارده احكي عن IMFND بس مش كمكان بشتغل فيه، انا جايه احكي النهارده عن مكان اتعلمت فعلا فيه. على مدار ال6 سنين دول انا اكتسبت خبره كبيره جدا من المجال ده ومن المكان ده تحديدا. خلينا كده نقول من حد اصلا لسه كان بادئ المجال نفسه من البدايه لغايه لما وصل ان هو بدا يطور من نفسه واحده واحده. المكان كان ليه فضل كبير قوي عليا. بدات واحده واحده من حد لسه جونيور كده بيبي بيبدا ان هو يتعلم الستابس دي ويشتغل على التولز اللي تساعده في حاجه زي ديت، لغايه لما وصلت ان انا بقيت قادره اعمل ريبورتس قويه ابدا ان انا اديها للكلاينتس، ابدا افهمهم ان هو واصلين لغايه فين، ايه اهم الحاجات اللي محتاجين يركزوا عليها، ايه الاستراتيجي اللي المفروض ان احنا هنتحرك عليها. بدات افهم الجزئيه دي بشكل كبير. بقى معايا تيم، كل حد بيبقى مسؤول عن حاجه معينه، من اول الكوميونتي مانجرز للناس اللي بترد على السوشيال ميديا شانلز، ازاي ان هم يردوا، ازاي يطوروا من الردود بتاعتهم عشان تفرق معانا في السيلز على اي براند احنا بنشتغل عليه، لجزئيه الكرييتيف تيم من اول الكونتنت كرييترز والارت دايركتور والديزاينز اللي بيعملوها او الشغل اللي بيطلع على السوشيال ميديا، ازاي ان انا اهندل كل الاقسام ديت او كل الادارات دي عشان نطلع بالبراند اللي احنا ماسكينه باحسن شكل وبافضل نتيجه. حابه اقول حاجه للناس اللي عايز تبدا في المجال. انا عارفه الظروف اللي الناس كلها الفتره دي بتمر بيها، ويمكن المجال شويه ترندي ومعظم الناس بتقول يلا نبدا في مجال الديجيتال ماركتنج، يلا نبدا في مجال السوشيال ميديا. بس خدوا بالكم من حاجه معينه، انت لما بتيجي تبدا مجال جديد لازم تبقى فاهم انا هقدر اكمل فيه ولا لا. فمحتاجين نقرا شويه عن المجال ونعرف شويه مصادر، نقدر ان احنا نقرا تفاصيل عن المجال اكتر، نعرف البيزكس او الاساسيات الخاصه بالمجال عشان اقدر من خلال حاجه زي دي ان انا اكون موجود واحضر واطور نفسي وازود من الاكسبيرينس بتاعتي. بمناسبه مرور 9 سنين على الكيان العظيم ده، حابه اقول حاجه للمكان. شكرا على ان انا كنت من ضمن التيم اللي مكمل بالشكل الكبير دوت في IMFND. شكرا للمكان اللي بيخليني كل يوم عندي الباشن ان انا ابدا اطور من نفسي، يبقى في حاجه جديده بتعلمها، يبقى في تول جديده بستخدمها. تاني حاجه شكرا لعبد الرحمن على الفرصه اللي هو بيتيح لنا ان احنا نجرب وندوس ونغلط، والحاجه دي اكيد هي في الاول وفي الاخر اللي بتخلينا نتعلم اكتر واكتر. فشكرا جدا على الفرصه العظيمه دي. شكرا على ال6 سنين الجمال دول. باذن الله يبقى كل سنه احنا متطورين اكتر واكتر، ويبقى في انجازات بنحققها اكتر واكتر على كل يونت احنا شغالين عليه.